السلام عليكم الاخوان، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وانتم كتفرجوا في هذا الفيديو. في هذا الفيديو الاخوان غادي نشوف واحد الصحيفه الشهيره اسبانيا اللي دوات على المنتخب الوطني المغربي المواجهه ديالو ضد اسبانيا، وكذلك غادي نشوفوا التصريح ديال الاسطوره المغربيه والمدافع المغربي السابق مهدي بن عطيه. بلا ما نطول عليكم الاخوان ندخلوا ديريكت في التفاصيل، ونبدا لكم الاخوان بصحيفه اس الاسبانيه اللي قالت المنتخب المغربي لم ينسى ما وقع سنه 2018 بعد تعرضه للظلم التحكيمي في مواجهته البرتغال واسبانيا. وخصصت صحيفه اس تقريرا عن المنتخب المغربي تحت عنوان المغاربه لم ينسوا ما وقع في السنه المذكوره، مذكره ان المغرب اول من كان اقصي في نسخه روسيا وبالتحديد منذ الجوله الثانيه، حينها تعرض المنتخب المغربي لهزيمة أمام إيران في آخر الدقائق بهدف عكسي، وكذلك تعرض لظلم تحكيمي كبير. وركزوا الإخوان هنا شنو قالت، وقدمت مباراة كبيرة ضد إسبانيا ويظنون كذلك أنهم قد تعرضوا لظلم تحكيمي فيها. وإحنا بصح الإخوان في ذاك الماتش تعرضنا لظلم تحكيمي وهما كيقولوا فقط يظنون، زعما حنا غير كنقولوا أننا تعرضنا لظلم تحكيمي. أما بخصوص تصريح الدولي المغربي السابق مهدي بن عطية فقال: بعد إقصائنا من مونديال روسيا قلت للاعبين أنكم جيل ذهبي، أنا لست متفاجئا وأتمنى أن يتوجوا باللقب الكبير. وقال عاوتاني: شعور رائع، المنتخب المغربي قدم مستوى جيد جدا، دائما ما كان لدينا هذا الأساس من اللاعبين الجيدين في الفريق الوطني. وكمل الهضره ديالو قال: عندما خرجنا من مونديال روسيا بعد مباراة البرتغال أخذت الكلمة أمام هذا الجيل من اللاعبين وقلت لهم أنهم جيل ذهبي، أنه في ذلك الوقت كان حكيمي زياش ومزراوي ونصيري صغارا في السن، وقلت لهم أن المغرب ينتظر 20 سنة أخرى ليتأهل. سأعتزل قريبا ولكن ثقوا بي لديكم الجهد للذهاب بعيدا ولخوض كأس العالم المقبل. وهذا الشيء اللي كان فعلا الإخوان راكم كتشوفوا دابا شنو كاين. وقال واحد الهضره اللي زوينه الاخوان، هي ان المغرب كبير على هذه الدرجه هذه اللي درجه اننا نفرحوا لها، خاصو يفرح بما اكثر اللي هو التتويج. المهم هذا ما كان يا اخوان في التصريح، نشوفوا فيديو جاي ان شاء الله، في امان الله.